أحيت مساء الخميس الماضي الفنانة شيرين عبد الوهاب فقرة غنائية من حفلة ليلة الدموع، والتي أقيمت بجدة في المملكة العربية السعودية. وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني الدرامية التي تتناسب مع أجواء الحفل وتفاعل معها الجمهور. وفاجأت شيرين عبد الوهاب الحضور بتقديم الشكر لمجموعة من الفنانات ساندوها خلال محنة مرضها الأخير، ومنها المطربة أحلام وياسمين عبد العزيز. أما فيما يتعلق بالمطربة أنغام فوجهت لها أيضا شيرين عبد الوهاب رسالة تحمل أكثر من معنى، حتى لا يستطيع أحد توجيه اللوم عليها، وذلك بعد فترة من المناوشات بينهما وبين جمهورهما حول أحقية كل منهما بلقب صوت مصر. وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حفلها: الحقيقة في فنانة عايزة أشكرها، هي فنانة كبيرة برضو، عايزة أقول لها شكرا يا بنت الأصول، كتر خيرك. وعلى الرغم من ظاهر الرسالة إنها رسالة شكر، إلا أن جمهور أنغام لم يمرها مرور الكرام، وربط هذه الجملة باللايكات المسيئة التي قامت بها أنغام على تويتر ضد شيرين عبد الوهاب، مما جعلهم يقوموا بالهجوم على شيرين عبر صفحات التواصل الاجتماعي مؤكدين أن أنغام هي صوت مصر. وربط الجمهور رسالة شيرين لأنغام بأنها تحمل أكثر من معنى بسبب اللايكات المسيئة التي كانت تقوم بها أنغام على تويتر ضد شيرين، وأشهرها التدوينة التي أعادت أنغام نشرها على صفحتها، وكانت لأحد جمهورها وهو يهين شيرين، حيث كتبت: الصورة تتكلم، لا أسمع أحد ينبح، كفاية عيب إن أطلع أرد على قليلة أصل. وأعادت أنغام نشر هذه التدوينة، مما أكد للجميع أنها تقصد بها شيرين عبد الوهاب. ومن ناحيتها أنغام تجاهلت رسالة شيرين عبد الوهاب التي قدمتها على المسرح، وقامت بنشر صورة لتامر عاشور وأحمد سعد لتهنئتهم على الحفل، متجاهلة تماما رسالة شيرين عبد الوهاب لها، مما يؤكد أن هناك الكثير والكثير من المناوشات التي تحدث في الكواليس سوف يتم الكشف عنها قريبا. فيما أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بأداء الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد إحيائها فقرة غنائية ضمن حفل ليلة الدموع. وقام تركي بنشر بوست عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وأشاد بأداء شيرين قائلا: شيرين فنانة من عالم آخر. ولقى رأيه تأييد متابعي قائلين: حاجة روعة بصراحة، شيرين في حتة تانية، صوت وإحساس الوطن العربي كله، فعلا صوت من عالم آخر، فعلا مبدعة ومتألقة وصوتها دافئ. وصعدت شيرين على المسرح وبدأت فقرتها بأغنية مشاعر وسط تفاعل الجمهور، والذي ظل ينادي على اسمها إلى جانب تقديمها باقة من أغاني الشهيرة والتي تتسم بالحزن، منها كده يا قلبي، ما تحاسبنيش، ناسيني. ولاقت الأغاني إعجاب وتفاعل الحضور.